الفكرة اللي أثارت ضجة كبيرة اليوم والأمس بالمغرب حول بليدين داتين، أو ما يسمى المواعدة العمياء. وهي فكرة قديمة تعني كثرة التبليق مع شخص دون أن تكون على معرفة مسبقة به. سميت العمياء لأنها تتيح فرصة التعرف على أشخاص قد لا تقابلهم في حياتك اليومية. فقد كان الناس قديما يتراسلون عبر البريد العادي، ويحدث في حال نضجت شروط ذلك أن ينسقوا مواعيد باش يتلقوا بعضهم البعض بعد أشهر أو أحيانا سنوات من أجل تبادل الرسائل فيما بينهم. انتعش ذلك مع ظهور الهاتف والإنترنت والفيسبوك والواتساب والتيك توك والتليجرام وغيرها، قبل أن تنتشر تطبيقات خاصة بالمواعدة اللي كاين اللي ما كيعرفهاش كاع، وهي غير متاحة للجميع. بعض المؤثرين في أمريكا حولوا المواعدة العامية إلى محتوى رقمي كيستقطب عدد من الشباب ويحقق لهم مشاهدات كبيرة وعالية جدا، على أن فكرة المحتوى على مناداة مثلا شابة على عدد من الشبان أو العكس، يقفون وراء ستار لا يظهر منهم سوى أرجلهم، فتشرع في الحديث العفوي معهم بالتناوب. وكتطرح هادشي أسئلة وكيجاوبوا عليها، بحال هادشي اللي شفناه الأمس واليوم بالمغرب. واحد السيدة كتنادي على شي شبان، وفي الأخير استعملت واحد الحيوان اللي هي الكلبة اللي طارت ضجة كبيرة في أوساط الأسر بالمغرب. يعني بغض النظر عن نجاح فكرة هذا المحتوى مدى احترامه ذوق المشاهد، بغض النظر عن جنسيته، فإنه يعكس واقعا حقيقيا يعيشه كل شخص في علاقته مع هاتفه الذكي، وقبل ذلك مع حاسوبه، مع ظهور منتديات دردشة من إيميسين وفيسبوك وغيرها. بعد الانتشار الواسع لهذا النوع من المحتويات اللي كيتعتبر تحدي وكيتعتبر أنه كيشوه القيم ديال المغاربة، ووصل أنه يوقف على الترند المغربي، في جميع الأسر ولات متخوفة على الأبناء ديالها من بحال هادشي، ولاقى انتقادات كبيرة. وكاين اللي كيستنكرو وكاين اللي كيقول لك اودي هادشي دخيل علينا، وانه يهدد الاسر ديالنا. الغريب ان الا خلينا هذا الانفتاح لهذه الدرجة، بحال غدا غادي نشوفوا الممثلين في افلام اباحيه، افلام يعني وغادي يكون ان هذا الشيء غنوليو نتقبلوه في الراي العام المغربي بشكل عادي. هنا كتكمن المخاطر ديال هذا البليدين ديتين بليدين حول منظومه القيم والاخلاق لدى الجيل الصاعد، ونوليو نخافوا على وليداتنا من هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه. بالمختصر المفيد، هذا الشيء جديد على القيم ديال المغاربه، وكيحتم على الاسر انها تطلع على الابناء ديالها وتعرف شنو الميولات ديالهم، وتعرف شنو كيحتاجوا، شنو كيعجبهم، شنو اللي ما كيعجبهمش. قبل ما تلقى الابن ديالك شي نهار مصور لك في شي فيديو بحال هذا، وتلقاه انه يتسبب لك في صدمه ويتسبب لك في انتكاسه اللي الجميع ما كيتمناش ان هذا الشيء يكون في الاسره ديالو. وهذا الفيديو طار واحد الضجة كبيرة 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 بزاف، لدرجة أن دوك اللي بانوا فيه كانوا كينتميو لمناطق من الشراردة، القنيطرة، الشياضمة عفوا، القنيطرة، وكل مدينة تذكرات في هذاك الفيديو، إلا ونض فيه واحد الضجة كبيرة كبيرة جدا، حتى أن دوك الأشخاص يعني ما بقاوش كيبانوا. كاين اللي ديساكتيفا الفيسبوك ديالو، الانستغرام ديالو وغيرها، واختفى من الظهور على الشبكات الاجتماعية.